كنتوا ناويين تشيلونه من فترة، بس وجدتم الرأي العام متعاطف مع المدرب فأجلتوا القرار، قلتوا نعطيه فرصة أكثر، صحيح؟ بدر لا، اذا كان يتعامل بالعاطفه كان ما حد اقيل ولا حد راح ولا حد جاء يعني، لكن الاكيد انه اعطي فرصه بعد مباراه النصر. قلت لك بعد الاجتماع اللي تم اعطي الفرصه والصلاحيات كامله زي ما كانت لها اول. لكن للاسف الحقيقه انه العمل هو يعني ما حدث اي تغيير اللي يساعد على الابقاء. بالعكس انا اتمنى ابقائه سنه وسنتين يعني. لو كان عندنا نيه التغيير مجرد التغيير ما كان جددنا معه الموسم الماضي يعني. طيب سمو الأمير، تفضل سمو. لكن العمل اختلف بكل امانه. العمل اليومي في النادي يعني نلاحظ انه الناس تحكي عن مباراه فقط لا غير. احنا قدامنا عمل يومي في النادي، في تقييم يومي للجميع يعني، سواء لاعبين او اجهزه فنيه او اداريه. انا ما اقول لك انه السبب الرئيسي انه السبب الوحيد هو، لا، ربما تكون هناك عوامل هبوط مستوى بعض اللاعبين، ولكن في الاخير انت عندك مجموعه. للاسف الاعتماد كان على 11 او 12 لاعب فقط لا غير. طيب سمو الأمير، القرار الآن في ردود فعل بعضها إيجابي بعضها سلبي. البعض يسأل هو قرار إداري ولا عندكم فريق من المستشارين الفنيين استأنستوا برأيهم في هذا الموضوع؟ لا أكيد إنه ما كان قرار يعني، قلت لك هو قرار جماعي. استشرنا كثير، سألنا كثير، أخذنا آراء كثيرة إلى أن وصلنا إلى القرار اللي نتوقع بإذن الله إنه القرار الصائب. في الأخير إنه الأكيد إنه إحنا كلنا نعمل بخدمة هذا الكيان بإذن الله. الأهلي لن يقف على جريم أو على فهد بن خالد أو على غيره. إحنا كل اللي يهمنا الآن إنه الفريق يظهر بمستواه اللي الجميع يعني اللي يشوفون الكورة عموما يعني. الأهلي مو الأهلي الموسم الماضي، مع إنه العناصر اللي متوفرة الموسم أفضل بمراحل. طيب سمو الأمير، أليكس متى اللحظة اللي قررتوا فيها تتصلوا عليه تقولوا له تعال؟ لأنه هو موجود في جدة من 3 أيام. إيه بعد مباراة، أنا قلت لك القرار اتخذ بعد مباراة الفيصلي. فصار أنا بالاتصال بأليكس وطلبنا وجوده قبل. طيب اشمعنى أليكس؟ لأنه أقرب مدرب قريب من الفريق، مدرب عارف المجموعة، مدرب متابع الفريق من فترة. ما يحتاج إلى عمل يعني أنا لما أجيب مدرب جديد الآن ما عمل في النادي وما عمل في المنطقة، يحتاج إلى وقت للتعرف على اللاعبين، يحتاج إلى طريقة اللاعب السعودي، إلى النظام الدوري. لا، أليكس عارف الدوري السعودي، عارف النادي، عارف المجموعة كبيرة من اللاعبين الموجودين. ما هو المطلوب من أليكس الآن مع النادي الأهلي في المتبقي من الموسم؟ إظهار الأهلي بصورته الحقيقية يعني. هذا أول ما وصل يعني، أول ما وصل أليكس أول اجتماع كان إنه إظهار الأهلي بالصورة الحقيقية اللي نتمناها جميعا للأهلي. سمو الأمير، ما تشعر أنك في موقف محرج، لأنه النتائج المقبلة في البقية المتبقية من الموسم ستكون يعني أمام الجمهور، أنت كرئيس مجلس إدارة للنادي ستصب الانتقادات نحوك إذا لم تكن النتائج أفضل أو شكل الفريق أفضل، ألا تشعر بهذا الحرج؟ والله مقدر يعني اللي يعمل في المجال لابد انه يعني انه يواجه المواقف هذه يعني. انت معرض للفشل، معرض للنجاح، سواء مع أليكس او مع جروليم يعني، اي واحد فيهم يعني. لكن في الاخير يعني اللي نراه احنا كمجلس اداره او بوجود أحمد خالد ايضا معنا، انه باذن الله هو القرار السليم اللي يخدم النادي، هو اللي حنسويه يعني. احنا جميع الطلبات اللي طلبها جروليم وفرت له، سواء من اللاعبين او غيره. فيعني احنا يعني اوكي يعني ما في انسان كامل، لابد لنا اخطائنا يعني. لكن في الاخير انا وجهه نظري انه جميع العناصر اللي كان يطالب فيها وفرت له. لكن للاسف احنا يعني ما احنا قاعدين نتقدم لقدام، لا احنا ثابتين في مكاننا. سمو الأمير، سؤالي الأخير لك، هدفك الرئيسي من هذا التغيير أن يذهب الأهلي إلى بطولة كأس أندية العالم؟ طبعا انت يعني على نهايه الموسم يكون الدور 16 يعني في اسيا، لكن باذن الله انه نطمح نطمح الى العام. احنا وصلنا الى نهائي اسيا، الطموح الان تحقيق هذه البطوله، تحقيق بطوله الدوري الموسم القادم. هذه كلها الان الاهلي الان انا اقول لك اياها بكل امانه، الاهلي يملك العناصر اللي تحقق لها البطولات. هذا هدفنا القادم باذن الله. شكرا لك سمو الامير فهد بن خالد رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. نذهب الى فاصل ثم نعود.